أهلا بكم. لأول مرة في التاريخ المصري مدرب مصري يكسب 5 بطولات مع أندية خارجية. لأول مرة في تاريخ العراق مدرب يكسب الكاس مرتين متتاليتين مع ناديين مختلفين، القوة الجوية والشرطة العراقي. ثالث مدرب في القرن ال21 بيكسب ثنائية الدوري والكاس. لأول مرة مدرب مصري بيكسب ثنائية الدوري والكاس مع نادي أجنبي. موسم 2022 مؤمن سليمان كسب الدوري ب 91 بونت وبأكبر فارق نقاط في تاريخ الدوري العراقي، ولأول مرة مدرب بيكسب الدوري قبل النهاية ب7 جولات. المدرب الوحيد في تاريخ الشرطة العراقي اللي كسب كل البطولات المحلية، دوري وكاس وسوبر، وأول دوري في تاريخهم بيكسب ليهم أول لقب كاس. فقط 3 مدربين في التاريخ المصري اللي كسبوا لقب مع 3 أندية مختلفة، الجوهري وحسن شحاتة ومؤمن سليمان. فقط مؤمن سليمان المصري الوحيد اللي كسب لقب الكاس المحلي في 3 أندية مختلفة. السنة دي مؤمن عمل ريمونتادا عظيمة على مستوى بطولة الدوري، تحديدا على مستوى صدارة الترتيب. مؤمن سليمان معاه 6 ألقاب ونجح مع 4 أندية مختلفة، وقاد الإنتاج للصعود للدوري و3 أندية كسب بيهم بطولات. مدرب عظيم ومجتهد، كما لقبه جمهور الشرطة العراقي العظيم الفرعون المصري يفعل ما يقول. دمتم في أمان الله.